طيب انت دلوقتي فتحت الفيديو علشان خاطر تشاهد الفضيحة اللي انا قلتها في العنوان او في الصورة بتاعة الفيديو. كلمة فضيحة دي كلمة لوحدها كفيلة انها تعمل حاجة من الجدل والضجة. مجرد ما بنسمعها فضولنا بيصحى وعايزين نعرف ايه اللي حصل ومين اللي اتورط وايه التفاصيل اللي ممكن تكون صادمة. الفضايح دي مش مجرد اخبار عادية بتعدي، دي احداث ممكن تهز مجتمعات وتغير مسار حياة ناس وتكشف عن جوانب مظلمة محدش كان يتوقعها. النهاردة جايين نتكلم عن الظاهرة اللي انت نفسك تسمعها طبعا في الفيديو ده. ليه الناس بتنجذب للفضيحة للدرجة دي وايه تأثيرها علينا احنا كأفراد وكمجتمع؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصراحة كلمة فضيحة دي ليها قوة خاصة كده. أول ما بنسمعها الأعين كده بتتوسع والآذان كده بتتفتح وبتصغي لينا. طب ليه بيحصل كده؟ ليه بننجذب للأخبار اللي بتكشف عن عورات الآخرين أو أخطائهم الكبيرة؟ الموضوع ده معقد ومرتبط بعوامل نفسية واجتماعية كتير، سواء كانت فضيحة لشخصية عامة أو حدث غامض بيكشف النقاب عنه، أو حتى موقف شخصي حصل لحد احنا نعرفه. الفضايح بتلاقي لها طريقة دايما لاهتماماتنا. ليه الناس بتنجذب للأخبار الفاضحة؟ انجذابنا دي مش مجرد فضول سطحي، ليه أسباب عميقة. أول حاجة الفضول البشري الطبيعي. إنسان بطبعه فضولي جدا بيحب يعرف كل حاجة. الفضايح بتغذي الفضول ده لأنها غالبا بتكشف المخفي أو الممنوع أو الجانب المظلم من الحياة اللي ما بيظهرهاش للعالم بسهولة. بنبقى عايزين نعرف إيه اللي بيحصل ورا الأبواب المقفولة. الشعور بالرضا الذاتي والمقارنات. أحيانا رؤية شخصية خاصة لو كانت ناجحة أو مشهورة بتسقط أو بتتورط في فضيحة ممكن تدي بعض الناس إحساس بالرضا الخفي، كأنها بتأكد فكرة إن محدش كامل أو بتخفف إحساسنا بالتقصير. لما بنشوف غيرنا بيغلط دي طريقة لا شعورية للمقارنة، بنقول أنا مش لوحدي اللي بغلط يعني. حب الدراما والإثارة. حياتنا ممكن تكون روتينية مملة في بعض الأوقات. الفضايح دي بتوفر جرعة مكثفة من الدراما والإثارة اللي بنبحث عنها، فيها كل عناصر التشويق، الصدمة، المفاجأة والتنكهات، زيها زي أي مسلسل أو أي فيلم قوي. بس هنا الأبطال الحقيقيين أو الأحداث اللي بتحصل في الواقع دول ناس وعايشين معانا، وما كانش لازم إن الأخبار دي تتنشر على السوشيال ميديا. التأكيد بقى على القيم المجتمعية. لما فضيحة بتحصل غالبا بتكون متعلقة بانتهاك قواعد أو قيم مجتمعية زي الأمانة، الشرف، احترام القانون. اهتمام الناس بيها ممكن يكون طريقة لإعادة تأكيد على أهمية القيم دي والتعبير عن رفض السلوكيات المنحرفة، كأن المجتمع بيقول السلوك ده مرفوض وهيتم معاقبة مرتكبه. الأخبار سريعة الانتشار. في عصر السوشيال ميديا الأخبار بتنتشر بسرعة البرق. الفضايح بطبيعتها بتكون قابلة للانتشار، الكل عايز يكون أول واحد يعرف، أول واحد ينشر، وده بيزود من انتشارها بشكل جنوني وبيخليها تسيطر على الأجواء. طيب تأثير الفضايح دي علينا كأفراد عايشين في المجتمع. الفضايح دي ليها وشين، ممكن يكون ليها تأثيرات سلبية وأحيانا إيجابية. التأثيرات السلبية دي التشهير والأذى النفسي. الفضايح دي خاصة لو كانت مزيفة أو مبالغ فيها ممكن تدمر سمعة الأفراد وتسبب لهم أذى نفسي واجتماعي مش ممكن إن هو يتصلح بأي شكل من الأشكال. انتشار بقى الثرثرة السلبية بتشجع على الكلام في سيرة الناس والغيبة والنميمة، وده بيخلق بيئة اجتماعية سامة. تشتيت الانتباه عن القضايا الأهم. أحيانا الفضايح دي بتسيطر على الرأي العام وبتلهي الناس عن القضايا والمشاكل الأهم والأكثر خطورة، محتاجة اهتمام ومحتاجة حل. خلق عدم الثقة. قدرة الفضايح دي ممكن تخلي الناس تفقد الثقة في المؤسسات أو الشخصيات العامة، وده بيهز استقرار المجتمع. التأثيرات بقى الإيجابية أحيانا الكشف عن الفساد والظلم. في بعض الحالات الفضايح بتكون وسيلة للكشف عن الفساد المنتشر أو الظلم اللي بيحصل في الخفاء، وبتساعد في محاسبة المخطئين وتحقيق العدالة. إصلاح الأوضاع. الضجة اللي بتعملها الفضيحة ممكن تضغط على المسؤولين لاتخاذ إجراءات إصلاحية لمنع تكرار الأخطاء أو التجاوزات دي. وكمان بتزود وعينا، ممكن تزود وعي الناس بمشاكل معينة في المجتمع كانوا غافلين عنها. وفي النهاية تعال أقولك، الفضايح دي جزء من نسيج الحياة البشرية. انت دوست على الفيديو علشان خاطر تشوف الفضيحة اللي انا هقولها في الفيديو، سواء كان عن رجل أعمال مشهور أو عن ممثل مشهور أو حتى بلوجر. الفضيحة دي بتكتشف عن جانب حياتنا الطبيعي، الناس اللي بتحب الدراما والفضول.
لكن مهم جدًا إننا نتعامل معاها بوعي وحذر، ما تتخيلش الفضول ده ممكن يخليك تنجرف ورا أي خبر من غير تدقيق، اسأل نفسك هل الخبر ده موثوق فيه؟ هل إحنا بننشر ده ليه؟ هل ده بيأذي حد؟ خليك جزء من الحل مش جزء من المشكلة، العالم محتاج ناس تبني مش ناس تهدم، يا ريت تشاركونا رأيكم في التعليقات، إيه رأيكم في تأثير الفضايح على المجتمع؟ وإزاي ممكن نتعامل معاها بشكل صحي؟ وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وشير الفيديو ده مع كل تعرفوهم علشان نوصل الفكرة دي لأكبر عدد من الناس. وما تنسوش تشوفوا فيديوهاتنا اللي فاتت، أتمنى من الله عز وجل إن هي تفيدكم. نشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.